مش حاسب النهارده كام تصدق، بس تقريبا يا 6 يا 7 6، يعني 6 6 يا 7 6، فاهم؟ السلام عليكم اولا. آه يمكن بقالي كتير قوي ما طلعتش عملت طلعتش اتكلمت بالراحه، يعني كل حاجه تبقى سكريبتد الفتره الاخيره، مش عارف، حاسس ان انا كنت محتاج اطلع اتكلم معاكم عادي، بما ان اليوم بقاش مش حته ما فيش وقت، حته ان انا الاقي اضاءه عادله ان انا اصور فيها يبقى في الوقت ده. يلا بينا نتكلم شويه على الله يعني. المهم آه خلينا نتكلم بس في النقطه الاول مهمه جدا انا عايز اتكلم فيها الصراحه. تمرين الفجر جميل قوي يا جماعه بجد، يعني انا حاليا بقالي حبه كده اهو وانا الفجر، الموضوع جامد قوي ونفسي اعمله من زمان. الحمد لله عملته لاجل ان يومي بقى مشغول بحاجات كتير، فلما عملت الموضوع ده لا حسيت بفرق في يومي. بقى بتصلي الفجر يا جماعه وبتطلع تتمرن تشوف يومك، اليوم مليان بركه الصراحه الحمد لله. انزلوا اتمرنوا الفجر يا شباب، انزلوا اتمرنوا الفجر. مش عارف ليه دايما افتح الكاميرا واجي اصور وانا بحط الاوزان، مش عارف ليه. المهم المهم يا ولد، ما تجيش تقول لي ان انا ايه تخنت ولا حاجه. انا تخنت شويه الصراحه تمام العيد، يعني انا دخلت العيد طلعت بني ادم تاني، بس بنحاول نرجع اهو. يعني انا حلقت خدودي نزلت شويه تمام على هذا الحال يعني. مش عارف، انا ما اعتقدش برضك ان هخلي ده بودكاست ان انا ما اقطعش فيه، لا هقطع برضك عشان انت ما تملش مني او ما تملش مني. وعموما انا وحشني، يعني وحشني جدا الكلام معاكم، بجد وحشني جدا الكلام معاكم ان احنا نطلع نتكلم. عندي بقى سؤال، هو ايه الكذب ده كله بجد والله؟ يعني انا دخلت تقريبا عنوان الحلقه دي السوشيال ميديا والكذب وايه والنفاق. ايه بقى كميه الكذب والنفاق اللي احنا فيه ده بقى؟ يعني هو مش قصد حد بعينه، بس بجد الموضوع بقى الموضوع بقى مقرف بجد، الموضوع بقى مقرف، في حاجه غلط والله بجد. كله عايز يبين ان هو الشخص اللي مفيش منه اتنين، ده واحد. وكله عايز يبين ان هو بيفهم في كل حاجه. طب لما كلهم يعني في مثل كده او مش عارف اتقال في فيلم تقريبا، لما كله هيبقى معلم طب مين اللي هيتضرب؟ يعني لما كلهم هيبقوا معلمين طب مين اللي هيتضرب؟ ما هو محدش فاهم حاجه، والله ما حد فاهم حاجه. انا ذات نفسي مبقتش فاهم ده اللي بيحصل وليه الناس دي بتعمل كده. لو انا فهمت والله هقول لك، بس انا بجد مش فاهم. هاخد المجموعه دي واجي لك ماشي. بس يا سيدي فبجد انا يعني سؤال يراودني، الناس مالها؟ يعني بجد الناس مالها؟ الناس مالها؟ ايه اللي جرى لها؟ ايه شقلب احوالها؟ بجد انا عايز افهم. كل مره واحده بقى عايز ان هو جامد قوي، عايز ان هو مفيش منه اتنين. والفكره ان يعني للاسف الشديد زي ما كنا اتكلمنا في جحيم الوعي، ان انت تبقى فاهم كويس قوي ان الناس اللي بتعمل حاجه يعني بتخش في الزون اللي هي بتاعت انا جامد جدا، توصف اي حد، توصف اي حاجه، انا بفهم في كل حاجه، بيقع على وشوشهم، بيقع على وشوشهم وما بيكملوش وبيتنقلوا 60 نيله. فليه من البدايه؟ ليه من البدايه بجد؟ ليه تحولنا فعلا ان احنا بقينا على السوشيال ميديا بنظهر بشخصيه وبنتكلم، ولو حد خد عننا فكره ان احنا جامدين قوي فبنفضل ماسكين في الفكره ديت حتى لو هي غلط او هي مش شخصيتنا؟ ليه؟ ليه؟ انا بحاول مثلا كحسني ان انا اظهر على السوشيال ميديا بافضل شكل يبين لي في الواقع بتاعي. انت لو جيت عشت معايا تعالى يا باشا، تعالى اهلا وسهلا، تنورنا والله بجد في عيادة، وليه مش عاوز اتمرن بيا، لا بجد تعالى، تعالى اقعد معايا يومين شوف عيشتي، هتفهم. هتفهم ان الشخص اللي قدامك هو بيعمل الشيء الحقيقي، هو بيتكلم بالطريقه الحقيقيه. ولكن الناس على السوشيال ميديا مش عارفه، يعني ما تفهمش بقى، الناس اتعودت انها ما بقتش عايزه ده، او الناس ما بقتش حابه ده، او الناس بقى طبيعي بالنسبه لها انها تتكلم وخلاص. تمام، اي حد عايز يقول حاجه يطلع يقولها. تمام، عادي جدا ان احنا نتناقش في ثوابت الدين، عادي جدا ان احنا نتناقش في ثوابت الحياه، عادي جدا ان احنا نتناقش في الاصول، بقى كل حاجه عادي جدا. ونرجع نقول احنا ليه بنبوظ واحنا ليه بنعمل واحنا ليه بنسوي. انا مش فاهم، مش فاهم. والحل ايه؟ الحل دايما اللي بشوفه
الحل اللي بشوفه دايما هو البعد عن ايه؟ يعني البعد عن السوشيال ميديا، البعد عن الاكونتات دي كلها. وقبل ما تاخد معلومه او نصيحه من اي حد بيقدم كونتنت عموما، شوف يعني مش تشوف حياته، شوف فعلا هو عايش اللي هو بيقوله ولا لا. تمام؟ ومش لازم يكون عايشه 100% طبعا، انا معاك في دي، بس فكره هل ده ملمس مع ده في لينك من الاخر، فاهم؟ يعني مش لازم يكون الشخص المثالي اللي هو بيعمل كل النصائح اللي يقول لك عليها، بس انا عندي مبدا اللي هو اسمع الكلام ما تسمعش الشخص، بس لازم يكون في لينك، لازم يكون في لينك، لازم يكون عنده حتى الاراده ان هو يعمل بالحاجات برضه اللي هو بيقولها للناس. انما انا اليومين دول اللي بشوفه عبث، قسما بالله اليومين دول اللي بشوفه عبث 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 يعني. مش عارف ليه، مش عارف ازاي. خصوصا مثلا في مجال الديزاين، يعني انا سبت الناس اللي ما تعرفش، انا سبت الجيم من فتره كشغل، ورجعت تاني شغلي كديزاينر. معلش في الكلمه، العيال بقت عبيطه بجد والله، العيال بقت عبيطه وفاكرين ان احنا خلاص الدنيا كده، خلاص هي بقى اي حد عايز يقول اي حاجه يطلع يقولها. تمام؟ والدنيا جميله، واللي عايز يمسك ترند هيمسك ترند عادي جدا، واللي عايز يعمل هيعمل. مين ادى الحق لمين عشان يطلع يتكلم ويقول ويعيد ويزيد ويعدل ويسوي؟ مين ادى الحق لمين؟ في ناس جامده وفاهمه، في ناس جامده فاهمه ليها الحق انها تتكلم وليها الحق انها تعمل، رصيدها يسمع. تمام؟ انما يعني يا ابني امبارح جاي تكلمني في ايه؟ جاي تكلمني في ايه؟ فبجد انا الموضوع ده ممكن يكون مضايقني شويه، لان انا حرفيا كل ما اجي افتح سوشيال بحكم شغلي لازم ان انا افتح سوشيال دايما. اللي بشوفه لا بيضايقني. طب انا بدات احل ده ازاي؟ هخش المجموعه واجي اقول لك. فممكن نقول بقى شويه حلول ليها علاقه بالموضوع ده. الحل الاول ان انت زي ما قلت لك، لو انت تبدا تبعد عن السوشيال ميديا او تبعد عن السوشيال ميديا. الحل الثاني، لو مش قادر تبعد عن السوشيال ميديا او مش قادرين تبعدوا عن السوشيال ميديا عموما، الفريند جميل، البلوك ألذ، البلوك ألذ كده يعني. ليه بقى؟ فكرة ان انت تحاول تصفي الدنيا اللي حواليك. تمام؟ عادي. والسوشيال ميديا، والله يا جماعه بجد انا كرهت السوشيال ميديا، بجد كرهتها فعلا. لو كل دول معلمين، طب مين هيتضرب؟ ما عندناش فكره ان في دلوقتي رتب، ما بقاش عندنا فكره دلوقتي احترام اللي اقدم منك خبره واللي اقدم منك سنا، ما بقاش عندنا فكره المساعده، انا اقدر اساعد حد، ما بقاش عندنا فكره زكاه العلم، بقينا بنبخل. احنا ليه بقينا كده والله يا شباب؟ والله بجد ليه بقينا كده؟ وبقى عندنا فكره بقى الايجو العالي، الايجو العالي، الايجو العالي، الايجو العالي، الايجو العالي. يا جدعان قسما بالله العظيم انا اعرف ناس اباطره في المجال ده معديه ال 20 وال 30 سنه فيه، عارفين يعني 30 سنه فيه، ولا عندها سوشيال ولا عندها اي حاجه. اقعد مع الناس دي، انت الكلام يعني الكلام منهم بس مدارس تتعلم منها. تمام؟ مش العيل ابن امبارح اللي طالع يتكلم على السوشيال. فانا بجد ما بقتش فاهم. يعني اول مره احس ان الموضوع ايه ممكن يكون مضايق لحد كبير، ومضايق لان مضايق. بصوا، لازم تبقوا فاهمين حاجه كده لنفسكم قدام، ان شغلنا او اي شغل في الدنيا لازم يبقى عندك حاجه كده في تعتبر من السوفت سكيلز اسمها احترام المهنه. يعني ايه احترام المهنه؟ يعني انت بتحترم المهنه اللي انت شغال فيها. انت بتحترم دلوقتي ان انت شغال في شغلانه فيها ناس اقدم منك، فيها ناس اقوى منك، فيها ناس اقل منك، ولازم تبقى انت محترم نفسك اولا، عارف ازاي تتكلم، عارف ازاي تقول الكلمه اللي بتطلع منك انت عارف ان انت اللي هتستحمل عواقبها. احترم مهنتك. على فكره يعني انا بقول في ناس مثلا ممكن اقابلها يا استاذ يا استاذه مش عارف ايه، في واحد صاحبي كان معايا في مره بيقول لي ليه بتقول يا استاذ استاذ؟ الفرق السن مش كبير يعني، مش عارف ايه، ما تديش قيمه يعني مش حته بقى ما تديش قيمه، هي في الحته دلوقتي حته ما تديش قيمه، هي دي حته احترام المهنه اللي انا بتكلم عليها. ده شخص بدأ المجال ده قبلك او بدأ المهنه دي قبلك واشتغل وعمل وسوى وي 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 وي، ما تحسسه بقيمته يا اخي. ما انت في يوم من الايام هتحتاج ان انت تحس بقيمتك.
هتحتاج ان انت تحس بقيمتك. بس للاسف طول ما انتوا ماشيين بمبدا انا بتكلم وما بشتغلش، وانا كنت بعمل ده بالمناسبه فتره، انا بتكلم وما بشتغلش وما بعملش حاجه، ماشي، مين هيحترمك؟ انا كنت بقول حاجات هي فعلا ثوابت والناس كانت بتتفق عليها، ولكن في ساعات الودن ما بتحبش تسمع الصح، وده طبيعي، احنا بني ادمين يعني. بس في اوقات كتير قوي انت محتاج تسمع فيها الصح، تمام. بس ما اطلعش اقول اي حاجه بمبدا ان انا الناس بقت تسمع الصح مش عارف ايه. هتقول لي جمله في مره، تمام، اشتغلوا بس، اشتغلوا بس، من ساعتها انا بشتغل بس، ما بعملش حاجه تاني، بشتغل، بشوف حياتي، بشوف دنيتي ازاي اطور من حياتي، ازاي اطور من دنيتي وبس، تمام. مع ان برضه كنتش بعمل حاجه غلط، ولو شفت اللي انا كنت بعمله وشفت الحاجات اللي بتحصل اليومين دول هتفهم قصدي ايه، ان انا ما كنتش بعمل حاجه غلط، لان اللي بيحصل اليومين دول هو الغلط بعينه حرفيا. الناس بقت عبيطه، بقت مجنونه، ما اعرفش. بس يعني كل اللي انا طالبه او كل اللي انا عايز اتكلم فيه فكره ازاي اعرف احترم مهنتي. انا بجد لازم يا جدعان يا جدعان بجد والله، بجد والله ممكن نتعلم ازاي نحترم المهنه ايا كانت ايه هي المهنه. ممكن. فين برضو المشكله فين؟ ان احنا شغلنا كله بيعتمد على التكنولوجيا وبيعتمد على السوشيال ميديا، فانت لازم تبني علاقات من السوشيال ميديا، ولازم 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 ولازم، فبيحصل سوء تفاهم كتير، بيحصل حاجات كتير، ناس ممكن تفتكرها او يعني تلتمس فيها خير، وبعد كده تلاقيهم ناس سوا عليكم، فاهم؟ هكذا يعني. والدنيا بتمشي، الدنيا ايه بتمشي وعلى الله. بس يا سيدي، دي حاجة من ضمن حاجات كتير كنت عايز اكلمك فيها من بدري، لكن زي ما تقول مش حته مش فاضي، حته ان انا بحاول ان انا يعني مش عايز اطلع اتكلم في اي عبث، فاهم؟ يمكن اندم بعدين ان انا عملت الفيديو ده واتكلمت عن الموضوع ده، اللي هو بالنسبه لي ده خد من وقتي، لا اصلا هو ملوش لازمه او ملوش فكره او ملوش حق ان احنا نتكلم فيه، لكن انا بحب شغلي، وفي ناس من شغلي محترمين، بس في ناس كتير مش محترمين، في ناس كتير مش محترمين. وشئت ام ابيت الناس اللي مش محترمه دي او الناس الجاهله، تمام، بالحياه بتضرك بشكل او باخر، كسمعه، كشكل، كلبس في كلام في اي شيء معين، فهتضرك. محدش قال لي ايه رايه في في نيو لوك. مش عارف انا جاي في الكادر دلوقتي كده ولا لا، بس يعني اتمنى ان انا اكون جاي في الكادر، بس اتمنى بجد ان كل حاجه تبقى احسن، كل حاجه تبقى الطف، ناس تحترم بعض شويه، ناس تحب الخير لبعض شويه، الناس تبطل تتكلم وتشتغل. اشتغلوا، بطلوا تتكلموا، بطلوا ان انتوا تتكلموا، اشتغلوا. الشغل هيجيب شغل، الكلام هيجيب كلام، ده اللي اتعلمته. و... ونزلوا الشارع، دي مني انا بقى، فاهم؟ نزلوا الشارع عشان انتوا شكلكم ولا شفتوا شارع ولا اتعلمتوا شارع ولا، اصل اللي بينزل الشارع خد بالك بيبقى متربي، سيبك من اللي بينزل الشارع يقول لك ده هيبقى وحش، لا اللي بينزل الشارع بيبقى متربي، فاهم؟ اللي بينزل الشارع ما بينفعش، ده ابن حرام. فانزل الشارع يا باشا، وشوف الدنيا، تسوح وتعلم واصل، بعد كده بقى تعالى نتكلم بقى، فاهم؟ واحترم مهنتك. بس كده يعني، ده كلام كنت عايز اقوله. اتمنى ان انا اكون جيب فايده، اتمنى ان الدنيا تكون تمام، واتمنى ان انتوا تبطلوا تلقيح على بعض. ايه والله العظيم، انا بقيت قاعد ببص في الموضوع. عارفين انتوا كان في شوت كده، والله ما عارف ده فيلم ولا مسلسل، بس محمد هنيدي نازل من بيته والناس كلها بتضرب في بعض، كل واحد ماسك واحد عمال يدمدم فيه، ومعدي من عند اللهم صل على النبي الله يرحمه، اسمه ايه؟ والله نسيت اسمه. علاء ولي الدين الله يرحمه. مش عارف ماسك مين بيتخانق معاه بسكينه، فالسكينه وقعت، فراح محمد نزل اداله يعني وطى جابها له، قال له كمل خناقتك. فبجد يا جدعان احنا محتاجين شويه اللي هو ايه، نهدى على بعض، نبطل تلقيح،
احنا مش حريم قاعدين على مصاطب، احنا رجاله المفروض. ف روقوا روقوا واشتغلوا، روقوا واشتغلوا بس كده. السلام عليكم.